السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام فيما كنتوا داخل وخارج الوطن. أسعدكم الله. اليوم غادي نهضروا على موضوع اللي هو شاغل بزاف ديال المغاربة، هو ثمن زيت الزيتون الحالي في المغرب. واش بصح كاين اللي كيشري زيت الزيتون الحرة ب25 درهم و30 درهم؟ شنو هي الحقيقة ديال هاد الأثمنة؟ فخليكم معايا وغادي نوضحوا بعض الأمور وغادي نجاوبوا على بعض التساؤلات ديال خوتي المغاربة. فأحبابي الكرام، دابا في هذا الموسم كاين اختلاف كبير في الأثمنة، فكاين اللي كيشري ب 30 درهم الليتر، وكاين اللي كيشري ب 50 درهم، وكاين اللي لقاها اقل من 30 درهم الليتر. فهاد الشيء هو اللي خلى المواطن دايخ وما عارف شنو يتيق ولا ما عنده من يشري، واش فعلا كلهم عندهم نفس الجوده. فهنا خصنا نوقفوا ونشرحوا بعض التفاصيل. واكيد الكل كيتساءل علاش الاثمنه انخفضت بشكل كبير في ظرف اسبوع منذ بدايه شهر 12 2025. فهاد الاسبوع انخفضت الاثمنه ديال زيت الزيتون بشكل كبير، فاكيد كاين اسباب اللي خلات زيت الزيتون ينخفض في بلادنا. جميع الانواع انخفضت، يعني الاربيكوين والزيت البلديه الحره حتى هي انخفضت. فغادي نشاركوا معكم الاسباب، وفي هذه الظروف هذه اللي يعني استثنائيه والاثمنه انخفضت ديال الزيت، غادي نشاركوا معكم واش طحنوا الزيتون ولا تاخذوا الزيت واجده. فقبل ما نبداو ما تنساوش دعمونا بلايك لهذا الفيديو، وكنتمنى منكم اي واحد شاف هذا الفيديو ان شاء الله يا ربي تخلونا نوصلوا هذه القناه هذه الليله ان شاء الله وفي هذا الفيديو ل 500 مشترك. ما بقناش بزاف، بقى فقط يعني القليل ونوصلوا 500 مشترك. اكيد يعني حنا كنشاركوا معكم واحد الموضوع اللي كنبحثوا فيه مزيان باش اننا نجيب لكم معلومات اللي غادي تستافدوا منها. فنتمنى حتى نتوما يعني تدعمونا بهذا الدعم البسيط انكم توصلوا القناه ل 500 مشترك. ويلا نبداو على بركه الله. فدابا غادي نشوفوا الناس اللي شرات ب 50 درهم. فاكيد حنا كنهضروا حاليا يعني بتاريخ 5 في شهر 12 2025. اما بالنسبه لقبل من شهر 12 اكيد كانت الاسعار كتختلف، كنا مازال في بدايه الموسم. فحاليا كنهضروا على حساب شهر 12 2025. فغنشوفوا صحاب 50 درهم. فالناس اللي تقداو الزيت ب 50 درهم في الاغلب كيشريوها من عند مول الحانوت ولا مول المحل التجاري. فهاد المحلات ولا مول الحانوت فكيتقداو غير كميات قليله بحال 30 ولا 40 لتر، فباش يشدوا الزبناء ويكون عندهم الزيت في المحل ويبيعوا منتجات يعني معاه. فكيدخلوا السلعه ويسقطوها وكيبيعوا لتر من 60 درهم 65 درهم 55 درهم، يعني كل واحد والقناعه ديالو. فهما ما كيقدروش يهبطوا حيت هما شاينها غاليه ومصاريفهم طالعين. يعني مول الحانوت ماشي مغلي حيت باغي يربح بزاف، ولكن لانه كيشري بكميات صغيره. فاذا الناس اللي كتشري كميه قليله بثمن 60 درهم 55 درهم فراهم كيشريو بثمن معقول. ودابا غادي نتكلموا على الناس اللي كتبيع الزيت ديالها قل من 55 درهم 50 درهم 40 درهم. فهادو هما اصحاب الميدان الحقيقيين. هادو كيمشيو يشريو الزيتون بنفسهم وكيعصروا في المعاصر ديالهم وكيبيعوه مباشره للناس. وبما انهم كيشريو الزيتون بكميات كبيره وبالاطنان فكيقدروا ينزلوا في السعر شويه وكيحققوا الربح معقول. فهاد الناس هما اللي كيعرفوا الجوده وكيخدموها بيديهم، وغالبا كتكون زيتهم حره ومضمونه. ودابا غادي نهضروا على الناس اللي راها كتبيع الزيت، يعني كتقول لك هذه الزيت من الزيتون البلدي الحر ماشي لاربيكوين. فالاربيكوين اكيد غادي نشاركوا معكم الاثمنه، هذيك الاثمنه ديالو بوحدو. فاحنا كنهضروا يعني الناس اللي كتقول لك الزيت كتبيعوا لك اقل من 35 درهم، يعني ما بين 25 درهم حتى ل 35 درهم، وكتقول لك هذا زيت حر من الزيتون البلدي. فاخوتي يعني هنايا يعني الوقت صعيب بزاف يكون كيبيع الزيت حره 100% بهذا الثمن، يا اما كيشري الزيتون بثمن منخفض بزاف يعني طايح على شي هوته بحال 3 دراهم الكيلو. ولكن اخوتي اكيد كاين الغش بصراحه، هذا ما يمكنش تثيق فيه. يعني ماشي كنعمو، ولكن راه كاين شرفاء اللي كيتعاونوا مع الناس وكيبيعوا بثمن رخيص في سبيل الله. وهذا كتكون عنده يعني المزارع ديالو كبيره وكيكون المعصره ديالو، فممكن انه يبيع للناس زيت الحر يعني الزيتونه البلديه بهاد الاثمنه ديال ما بين 35 درهم 38 درهم 30 درهم. اقل من 30 درهم ما نظنش اي واحد غادي يقدر يبيع لكم الزيت ديال الزيتون البلدي بهاد الاثمنه. لانه اخوتي حاليا الزيتون البلدي يعني ماشي لاربيكوين واصل 6 درهم في كاع المغرب، يعني هذا اقل ثمن ديال الزيتون البلدي. فمن بعد ما حسبنا معكم في واحد الفيديو المصاريف اللي كطيح بها باش تعصر هذاك الزيتون اللي مشري ب 6 دراهم، فكتقام عليك الليتر بواحد 38 درهم 37 درهم. فمستحيل انه اي شخص يبيع يعني هذا الزيت
اقل من 38 درهم 37 درهم حتى ل 35 درهم كما قلنا الا كان شي واحد عنده مزارع كبيره وبغى يتعاون مع الناس. اما خوتي بالنسبه للزيت ديال الاربيكوين، فالزيتون الاربيكوين راه رخيص بزاف، يعني طاح في الثمن بواحد الشكل كبير في شهر 12. فحاليا داير الثمن ديالو ابتداء من 3 دراهم ونص حتى 4 دراهم. اكثر من هكا يعني الواحد كاع ما يشريش، يعني غادي يكون مغلي عليك اللي غادي يبيع لك الاربيكوين ب5 دراهم. اما بالنسبه للزيت ديال الاربيكوين فابتداء من 35 درهم حتى ل 28 درهم الزيت ديال الاربيكوين في النواحي ديال بحال تاونات، تازا، كذلك اغريسيف، النواحي ديال فاس ومكناس وجهه مراكش. هاد النواحي هادو كاملين وهاد المناطق وصلوا الزيت ديال الاربيكوين ما بين 35 درهم حتى ل 28 درهم الليترو، لانه راكو عارفين الجوده ديال الاربيكوين طايحه بزاف على الجوده ديال الزيت البلديه، يعني الزيتون البوري البلدي. فاخوتي الكل كيتسائل علاش الاثمنه طاحت وانخفضت، لانه اكيد شي مرات الرخا كيخلع. فهو اكيد يعني كاين اسباب، فالاسباب هو انه المعاصر وبالخصوص المعاصر ديال قلعه السراغنه واحد الكارثه وقع فيهم، انه الاكتضاد بواحد الطريقه يعني ما كيصدقهاش العقل. الاكتضاد ما شاء الله يعني الخير موجود والناس كلها يعني سقطات الزيتون في مره واحده. فالمعاصر ما بقاوش انهم قادرين انه يوفروا انهم يطحنوا الزيتون كاع اللي كيجيهم المعاصر ديالهم في مده يومين. كاين ناس اللي واصل حاليا تواصلنا معهم الزيتون ديالهم باقي في المعاصر اسبوع ومازال ما تطحنش، وباقي يعني كيقولوا لهم ممكن انه يزيد يصبر معاهم واحد 4 ايام ولا اكثر من اسبوع اخر. يعني تخيلوا معايا الزيتون يبقى اسبوعين في الخناشي فاكيد غادي يخسر. فالناس يعني اللي عندها المعاصر ديالها بدات كتسبق الزيتون ديالهم باش يبيعوه هما الاولين. فاكيد اخوتي يعني هذا الشيء اللي راهم يديروا هاد المعاصر في حق الفلاح اللي مسكين عام كامل هو كيتسنى هاد الوقيته انه حتى هو يكون عنده واحد المدخول اللي غيدوز به عام كامل. كينوضوا يديروا هاد الغش بواحد الطريقه، يعني ما بقاتش الغش غير في الزيت، دابا راه ولا الغش بواحد الطرق اللي راه العقل ديالك الا جاي يشوف راه تقول هاد الانسان يعني كيفاش هاد الناس اللي راحنا عايشين معاهم. فلهذا كاين اكتضاد، يعني ماشي هذا هو السبب فقط، ولكن كاين اكتضاد انه الناس بزاف يعني الدواور والمناطق سقطوا الزيتون في مرحله واحده، خايفين انه ممكن الزيتون يبدا يطيح من الشجره ويخسر. فلهذا كاين اكتضاد. فاخوتي الزيتون في المغرب كامل رخاص، يعني الاثمنه حاليا ارخص ما يكون، ولكن الزيت غادي ترخص غير في هذه المده وممكن من بعد تغلى، لانه ممكن هذا الزيتون لا قدر الله يعني يخسر معاهم، ممكن ما يطلع الجوده زوينه وممكن الناس ما تاخذش هذيك الزيت. فاخوتي ممكن الزيت يغلى في يعني في النهايه ديال شهر 12 اولا في نصف شهر 12. فاللي باغي يشري الزيت يشريها حاليا محد هذا المشكل كاين، محد انه الناس كتبيع الزيت بثمن رخيص. وبالنسبه يعني واش نطحنوا ولا نشريو الزيت واجد، فاول وصيه واول نصيحه هو سير شوف المعاصر اللي يعني قابل لك واش يعني خاوين، يعني كاين ناس معقوله يعني ممكن انه توصلك النوبه على يومين نهار. سير شري الزيتون، حيتاش الزيتون حاليا راه رخيص كاع الانواع، شريو الزيتون وطحنوه. اما الا مشيتي ويعني الامكانيات ديال المعاصر اللي قريبه ليك عامره وكاين اكتضاد، من الاحسن شري الزيت وما تشري الزيتون غادي يخسر لك وما تستافد والو. يا اما غادي تاخذ واحد الزيت اللي الجوده ديالها طايحه بزاف، واحد المذاق اللي ما زوينش. فهذه هي النصيحه لكم اخوتي بالنسبه اللي باغا تشري الزيت ولا واجد ولا تشري الزيتون وطحنو. فوصلنا لنهايه الفيديو. الا استفدتوا من هذا الفيديو ما تنساوش خليونا لايك للفيديو والاشتراك في القناه باش توصلوا بكل ما هو جديد في الاسواق المغربيه في موضوع الزيت والزيتون سنه 2025. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.